ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناه على راحتك. النهارده هنعمل مع بعض بسكوت البسكريم. هنعمله ببضايه واحده، هنعمله بدون زبده، طريقته سهله وبسيطه، وهنعمله بالمضرب اليدوي. وهيطلع معاكي هش جدا ودايب. احلى طريقه بسكوت ممكن تجربيها وتعجبك، وكمان ما بياخدش مننا 5 دقايق. اعملي لك الفيديو، اشتراك في القناه وفعلي الجرس، وهنا بنبدا في الوصفه على طول. هنجيب البوله بتاعتنا وهننزل بنص كوبايه من سمنه، والسمنه تكون متلجه زي ما انت شايفه كده، تكون زي القطع. هنعير نص كوبايه وهنحطها. المج ده مج الشاي العادي، هنعاير فيه نص كوبايه، وهو اللي هنعاير بيه مكونات. وهننزل بنص كوبايه من السكر، سكر عادي حبيبات مش بودر ولا حاجه. وهنقلب كويس جدا مع بعض. لو انت بتحبي السكر زياده شويه ممكن نزود السكر لكوبايه الا ربع، ولكن نص كوبايه هيطلع معاكي السكر مظبوط. هنقلب كده السكر مع السمنه. ممكن كمان نستغنى عن المضرب اليدوي، نستخدم مضرب كهرباء، او ممكن نستخدم الخلاط. هنقلب كده مع بعض كويس جدا لحد ما السمنه بتاعتي تفتفت بالطريقه دي وتشرب السكر. بعد كده هنوصل معانا المرحله دي وهننزل بربع كوبايه من الزيت، وهنفضل نقلب. اول ما نضيف الزيت معايا هيسيح السمنه بتاعتي وهيخليها تندمج معايا بسرعه. انا هنا مش حاسفه اي خطوه، هنمشي مع بعض خطوه بخطوه عشان يطلع معاكي البسكوت زي الصوره بالظبط الاول اليوم. خلاص كده السمنه بدات انها تسيح معايا. هبدا اني اضربها كويس جدا لحد ما احصل على قوام فاتح لونه ابيض كده. سواء هتعمليها في الخلاط او هتعمليها في المضرب الكهرباء لازم توصلي للقوام اللي هو اللي هوريهولك الابيض الفاتح بالطريقه دي. هنقلب مع بعض كويس جدا. ادي اللون اهو معايا افتح من اللون الاولاني، وفي نفس الوقت حجم كده السمنه تضاعف معايا. هنزل ببضايه، هنستخدم هنا الوصفه ببضايه واحده بس. انزل ببضايه واحده وهبدا اني اقلب كويس جدا مع بعض. نزلت بالبضايه فوقيها على طول كيس من الفانيليا عشان خاطر زفاره البيض. وهنبدا نلحق برضو لغايه ما تندمج البضايه كده معاهم، وتلاقي ان القوام ارتفع معايا خالص كده وبقي خفيف، والسكر بتاعي داب بالطريقه دي. بس كده بينا نضيف مع بعض المواد الجافه. المواد الجافه عباره عن ايه؟ هنستخدم الدقيق برضو بنفس معيار الكوبايه اللي احنا معايرين بيها المواد السائله، وهنخلط الدقيق كويس جدا عشان خاطر يدخل يعني البسكوت بتاعنا ان هو يكون دايب ما يكونش مكتوم، وكمان نتفادى اي كتل ما تكونش في البسكوت. مقدار الدقيق كله 2.5 كوباية من الدقيق، وطبعا هنا على حسب استخدام الدقيق بتاعك، ممكن نضيف معلقتين تاني او ممكن نستخدم 1.5 كوباية دقيق، يعني على حسب نوع الدقيق بتاعك. في دقيق بيشرب السوائل بتاعتي، وفي دقيق مش بيحتاج ان انا اضيف تاني لان هو ما بيشربش السوائل. خلاص كده نزلت معايا هنا بمعلقه هرميه من النشا، معلقه كبيره هرميه من النشا عشان البسكوت بتاعي مقرمش. وهنا نزلت باقل من ربع معلقه من البيكنج باودر. كل ما زودتي في البيكنج باودر كل ما الحجم بتاعه اتضاعف في الفرن واتفتفت كده منك وما كانش الشكل بتاعه حلو. لكن نظبط الشكل بتاعنا ان احنا حاجه بسيطه بس في البيكنج باودر، ذره بسيطه من الملح. خلاص كده دي المكونات الجافه بتاعتي جاهزه. هنسلك المضرب هنا ونستخدم صوابع ايدينا، مش هنستخدم ايدينا، لان البسكوت لو استخدمنا فيه ايدينا اللي احنا نعجن زي العجن بتاع سواء كان المعجنات، فهنضطر ان احنا كده البسكوت هيتكون له عرق، والعرق ده هينشف معايا البسكوت بتاعه وهيطلع معايا ناشف جدا. فانا بستخدم بس الصوابع بحيث ان انا الم بس الدقيق معايا بالسمنه او الزيت، مش اكتر من كده. ضفت مقدار الدقيق 2.5 كوباية من الدقيق. لقيتي ان السمك بتاعك طري جدا ضيفي معلقتين تاني. لو لقيتي 2.5 كوباية كده مظبوطين على الكميه اللي انا حطيتها فكده بيكون تمام معايا مظبوط زي ما انت شايفه. وزي ما قلت لك مش تاخد مني 5 دقايق في العجن. احنا بنعجن حاجه بسيطه، انا عايزاها تكون مفربله بالطريقه دي، ما تكونش تمط معايا وتكون زي عرق. لو طلعت معاكي العجينه مفربله بالطريقه دي وطريه كده تعرفي ان البسكوت بتاعك هيطلع معاكي دايب وطريقته حلوه.
خلاص كده بنسويه وهنقسمه لنصين عشان هنعمله نص بكاكاو ونص ساده، هنخليه زي ما هو. بس كده ممكن تستخدمي الطريقه بتاعت البسكوت دي تشكلي بيها اي نوع بسكوت انت حباه، مش لازم ان احنا نضيف كاكاو، ممكن نعمله ساده ونشكله باي طريقه سهله وبسيطه. خلاص كده قسمناهم نصين كده متساويين. هناخد نص وهنضيف عليه معلقتين من الكاكاو الخام وهنقلبهم كويس جدا. وطبعا كميه الكاكاو دي بتكون على حسب اللون اللي انت عايزاه في العجينه، عايزاها افتح من كده عايزاها اغمق من كده، على حسب زي ما انت عايزه. زي ما هضيف هنا معلقتين من الكاكاو، لازم اروح في النص التاني الساده اضيف معلقتين من الدقيق عشان خاطر السمك يكون متساوي. ضفت معلقتين من الكاكاو وطلع معايا زي ما انت شايفه كده مفرول. نعرف منين ان العجينه بتاعتي مظبوطه؟ بنكورها بالطريقه دي وندوس عليها، مش هتشقق معايا ولا حاجه، هعرف ان كده مظبوطه. هنبدا ان احنا نكورها بالطريقه دي لكور صغيره، تكور معايا بمنتهى السهوله. 5 دقايق هتكوني مكوره. وكمان هقول لك طريقه ازاي نكور بسرعه وما تاخدش مننا وقت. بس كده طريقتها سهله جدا وبسيطه. نكورهم كلهم كده الكور صغيره في الحجم. هنا بقى نكور ازاي بسرعه. باخد حته كده بحطها على الصوابع بتاعتي وعلى كف اليد، ببدا اني ابرم بالطريقه دي. الطريقه دي بتسهل عليا جدا لان انا بسرعه اكورهم بسرعه. فانا بنعمل ايه؟ اللي احنا بنحط على ايدي العجينه وباخد منها وعلى كف اليد كده ببدا اني اكور. الطريقه دي بتكون سهله جدا للتكوير ومبتاخدش مني وقت وبخلصها بسرعه زي ما انت شايفه كده. خلصت وتقريبا يعني اعمليهم الحجم اللي انت عايزاه، يعني ممكن هتلاقي شويه كبار شويه صغيرين على حسب زي ما انت عايزه. حاولي المهم تظبطيهم بحيث يطلعوا زي بعض. وزي ما قلت لك ان احنا زي ما ضفنا في النص بتاع العجينه التانية مع تبن الكاكاو لازم نضيف معلقتين من الدقيق عشان خاطر ممكن يكون واحد في الاتنين. هنقلبها مع بعض كويس جدا كده مع بعض. وخلاص هنا هبدا اني اكورها برضو زي التانية بالظبط. انت شايفه هنا العجينه ازاي مفروله بالطريقه دي وازاي ان هي طريه بتتشكل معايا بمنتهى السهوله. لازم توصلي للسمك بتاع العجينه زي ما انت شايفه بالطريقه دي. بحطها كده على جنب وباخد حته كده على زي ما قلت لك على الصوابع بتاعتي وعلى كف اليد ببدا اني اكور وبعدلها بسرعه فما تاخدش مني وقت خالص. الطريقه دي حاولي ان انت تجربيها، هتلاقيها سهله جدا وسريعه في التكوير معاكي. بنحاول ان احنا نخليهم الحجم بتاعهم زي الحجم بتاع الكرات السوداء عشان خاطر ما ناخدهم مع بعض ما يكونش حاجه يعني ازيد من حاجه. ولكن براحتك. هنا بقى انت بتتحكمي في حجم البسكوته في الاخر. لو عملتي الكرات دي كبيره فتطلع حجم البسكوته كبيره، لو عملتيهم صغيرين فيطلع حجم البسكوته الصغير. هخلص انا الكميه كلها ودي الطريقه بالشكل ده. اجيب كده طبق فاضي واحط 3 من الكرات الصفراء وعليهم 3 من الكرات السوداء عشان الشكل البسكوته بتاعتنا طريقه التشكيل بتاعتها سهله جدا وسريعه وهيديك الشكل الحلزوني بتاع بسكوت البسكريم. جبنا 3 هنبدا نحط واحده سودا جنبها واحده بيضه وهكذا زي ما انت شايفه في الفيديو. وهضمهم على بعض بالطريقه دي واحطهم على الكف بتاع يدي بالطريقه دي وبايدي التانيه كده بلفها لفه براحه جدا وببص عليها. لقيت الشكل اتظبط بوقف، ما لقيتش الشكل اتظبط بكمل ان انا الف بالطريقه دي. بس كده لقيت الشكل اتظبط بضغط عليها كده ونظبطها وبس كده بتكون الشكل بتاعنا اتظبط في منتهى السهوله. هنعمل الحركه دي تاني مع بعض عشان نفهمها اكتر. هنجيب 3 من الاسود زيهم 3 من الابيض، الكرات اللي احنا شكلناهم مع بعض، برفعهم لفوق بالطريقه دي وهبدا هنا ان انا اضغط عليهم ضغطه بسيطه اكورهم بيدي بالطريقه دي، ضغطه بسيطه جدا. في الشكل لقيت الشكل معايا اتظبط خلاص بوقف ان انا اكور. لقيت ان هو ما اتظبطش ببدا اني اعمل اكورها تاني كده حاجه بسيطه تظبط معايا الشكل بتاعنا على طول. نظبطها بس كده من على الجوانب لو فيها حاجه مش مظبوطه او كده. خلص انا الكميه كلها بالطريقه دي وتطلع معاكي الشكل مظبوط. وبعد كده بحطهم في صينيه. الصينيه دي ما بدهنهاش ولا اي ماده دهنيه. طبعا هنا البيضه دي ما كانش يتفضل معايا كرات سودا فعملتها بيضه.
في الوقت ده بقى بنحضر الفرن بتاعتنا، ندخله على درجة حرارة 200. لازم تكون درجة الحرارة عالية عندك في الفرن. اول ما ياخد لون من تحت، انا حبيت اديه لون كمان على الشواية عشان يبقى لونه ذهبي من تحت ومن فوق. طريقته سهلة جدا وسريعة. اعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو كنتي اول مرة تشوفي القناة بتاعتي. فعلي الجرس عشان يوصلك معايا كل الفيديوهات الجديدة. اشوفكم في وصفة تانية جديدة سهلة وسريعة. سلام يا بنات.